مرحبا بكم مشاهدينا الكرام في فيديو جديد على قناتكم. اليوم غادي نتقاسم معاكم قصة حقيقية ومؤثرة جدا، قصة سعاد اللي مرت بتجربة قاسية غيرت لها حياتها بالكامل. اسمها سعاد، عمرها 27 سنة، متزوجة وعندها 2 بنيات. كانت حياتها عادية جدا، كانت كتعيش مع والديها وخوتها، ومن صغرها كانت بنت مهذبة وكبيرة في عقلها. تزوجت مع راجل كتحبه ويحبها وبداو حياتهم مع بعضياتهم. خدمات ودارت دارها وولدات 2 بنيات، كانت عايشة حياة هانية ومهلية في راسها وراجلها. حتى لواحد النهار طاحت في واحد المرض اللي غير حياتها بالكامل. بدات كتحس بالدوخة دائما، ولات غير كتنعس وكيجيها العصب بزاف والصداع في راسها. مشات عند الطبيب، دار ليها كل التحاليل وقال ليها ما فيك والو، انت بخير. ولكن حالتها كانت كتزيد تدهور، ولات كتنعس بزاف وكتحس بالتعب، كتشوف الكحل قدام عينيها ولا ليها النبض طالع. فاش كتمشي عند الطبيب كيقول ليها مادام انت بخير، خاصك غير الراحة. جاتها شكوك، خصوصا وانها ما كانتش كدير شي مجهود كبير باش يجيها هاد التعب. كانت كتحس بالضيق في الصدر والعصب والبكاء غير طبيعي. إذا غير هدر معاها راجلها كلمة واحدة كتبدا تبكي وتغوت. كانت كتحس بالضيق في الصدر وبالبكاء اللي ما كيوقفش. شحال من مرة كتفكر الانتحار، كتقول خاصني غير نموت ونتهنى من هاد الحياة، ما بقيت حاملة حتى حاجة. كانت كتحس باليأس والحقد والعصب. هاد المرض كان كياكلها من الداخل والخارج. مشات عند طبيب نفسي، حكى ليها كل شيء، وهو يقول لها مادام عندك مرض الاكتئاب الحاد، أنا غادي نعطيك الدواء، ولكن لازم تزيدي تقرأي القرآن وتصلي. هي كانت كتصلي غير بعض المرات وكتنساها. مشات عند واحد الراقي، كتقرأ القرآن وكتسمع الرقية الشرعية. بدات كتحس بالراحة، كان كيعطيها الماء تقرأ عليه وكتقرأ هي. فاش كتفيق الصباح كتبدا تقرأ القرآن وكتصلي. كان كيعطيها الزيت والدهن بها، وكانت كتحس بالراحة في الجسم ديالها. من بعد مشات عند واحد راقي آخر، قال ليها ما فيك والو، ما فيك لا جن ولا سحر، خاصك غير تقرأي القرآن وتصلي، هادشي غير وسواس من الشيطان الرجيم. بقات حيرة، ولات كل ليلة كتفيق على الكوابيس، كتحلم بالقتلى والضياع. هاد المرض غير حياتها بالكامل، ولات كتعيش بوحدها. حتى راجلها مسكين كان كيعاني معاها، كان كيكره يسمع صوتها في الدار. كينوض في الصباح كيقول ليها سيري ديري فطوري، وهي كتقول ليه شوف أنا ماشي خدامة عندك، سير دير الفطور لراسك. كان هادشي كيزعزع علاقتهم لدرجة أنها طلبت منه الطلاق. قال لها واش حمقتي، عندك 2 بنيات، واش باغية تخربي دارك؟ هي كانت كتقول أنا ما بقيتش قادرة نعيش معاك. كانوا كيتخاصموا بزاف، وفي الليل كتبكي وكتقول لراجلها راه الشيطان اللي كيحركني، أنا ماشي هكا. كيقول لها لا حشومة عليك، أنا ما عمرني شفتك هكا. كان هاد المرض كياكلها، ولات كتكره بنياتها، كتكره تشوفهم في الدار، كتكره صوتهم. كانت كتقول لراجلها هز ولادك وسير عند والديك، أنا ما بقيتش قادرة عليهم. كان كيعطيها الفلوس كتخرج كتخسرها، ولات كتدخل لجروبات الواتساب، كتشوف تصاور، كتقول هادو غادي يسحروني، هادو باغيين يقتلوني، ولات كتشك في كل شيء. دخلت في واحد الجروب فيه الناس اللي عندهم هاد المرض، بدات كتهضر معاهم، لقات راسها بحالهم، كيحسوا بالأحباط واليأس والعصب، كيكرهوا كل شيء، ما كيصليوش، كيكرهوا الدين. جاتها واحد الليلة كتصلي صلاة الاستخارة ودعات الله يا ربي إذا كنت مسحورة فدير لي شي حاجة، وإذا كنت مريضة فدير لي شي حاجة. نعسات وفي الحلم شافت شجرة قدامها ومكتوب فيها أنت مسحورة. شافت واحد الراقي كيعطيها الماء كتشربه. فاقت سعاد فرحانة، قالت لراجلها صافي لقيت الحل ديال مرضي، أنا مسحورة. مشات عند الراقي، قال ليها فيك السحر المأكول وتخليك الجن في الجسم ديالك، خاصك تبقى تجي عندي 3 المرات في السيمانة. بقات كتمشي عنده 3 المرات، كل مرة كتقرا الرقية وكتقيا. في الأول كانت كتقيا دم أكحل، بقاو كيداويوها حتى ولات كتقيا دم أحمر، ومن بعد ولات كتقيا ماء. دابا الحمد لله ولات بخير، رجعت لحياتها الطبيعية، كتهلا في راجلها وبنياتها وكتقرا القرآن، والحمد لله